والله العظيم الإمام أحمد ما كان سهل، فرض وجوده بنى منزل، وهذا شاهد، هذا أكبر شاهد. كيف يا عمي؟ إيش؟ حتى الأجيال اللي بتجي ما شاء الله تبارك الله. أيوة. واسأل التاريخ عني أنا يا مني، أنا يا مني، أنا يا مني، واسأل التاريخ عني أنا يا مني. كان اللي يكتبوا بس ما شاء الله تبارك الله. والله لو الجيل بعد جيل ما يجي يعمر مثل هذا. من جبل أقول لهم أو بصير الباب منصور. شوف سماكة الباب، الله يرحمك. أنا كونت عينا وسباب، أنا من شياد غمدنا ومارب. في هذا المكان كان يجيل. كونت معينا وسباب، أنا من شياد غمدنا ومارب. أنا لولا إن أمي والأباء، أنا لولا إن أمي والأباء نارا للأجانب، صنعت نارا للأجانب. كانت الدنيا ظلامة، كانت الدنيا جحيم، لم ترى فيها سلام أو نبيا أو عظيم. كانت الدنيا ظلامة، كانت الدنيا جحيم، لم ترى فيها سلام أو نبيا أو عظيم. وسأبني موطنا، وسأبني من جديد، وسأبني موطنا، وسأبني من جديد صائحا يا أيها التاريخ. ساكن أمر أهلنا حضر مع جبلة. انتهت رحلتنا في كوكب هشرة، هشرنا بما فيه الكفاية أنا ورفقة الشباب. رحلة سعيدة، رحلة سعيدة كانت من مكان الشيم هذا اللي كان ينبلها زمان. نمت على الضيم زمانا، وذاقوني لهيبا وهوانا. أنا إن نمت على الضيم زمانا، وذاقوني لهيبا وهوانا. طبعا هذا المنزل كان للحارس محمد صنبوق، كان صديق الإمام. أثناء ما أصيب الإمام سعفه. لم أعد يا أيها البغي جبانا. أيوة. أعد يا أيها البغي. وهذا بشار المرشد السياحي. هنا جميل وقتلوه في العدين. هذا اسمه جميل شخصي. إنما اليوم حديث، لم يعد بلدي رضاء، لم يعد. فكانت بقالة الإمام، كان الإمام يأخذ المواد الغذائية من هذا المكان. وسأبني موطنا، وسأبني من جديد، وسأبني موطنا، هذا ما فيش مستعجلين لما يا أيها التاريخ.